انا عارف يا صديقي اللي انت نفسك تبقى مليونير في خبطة واحدة. ده على فكرة مش تفكيرك لوحدك، ده تفكيرنا كلنا كشباب زي بعض. بس التفكير ده اللي فكر فيه هكر الدرب الاحمر، بس للأسف الحظ مكملش معاه للآخر. الحكاية بدأت لما شاب عاطل من الدرب الأحمر لقى ثغرة أو غلطة تقنية في برنامج تحويل الفلوس المشهور، وبدل ما يبلغ عنها قالك يا رزق الهبل على المجانين، واستغل الغلطة دي وقرر إن هو يستولي على مبالغ كبيرة بدون أي وجه حق. الشركة أخدت بالها وعلى طول بلغت مباحث الأموال العامة ورجال الداخلية، ما قعدوش ثواني وبالتحريات والبحث بتاعهم جابوه ومعاه مغارة علي بابا. تخيلوا معايا كده لقوا معاه ايه؟ سبايك ذهب ومجوهرات وفضة وشوية فلوس كده قيمة كام مليون بالجنيه وبالدولار، وكمان 22 فيزا كارد وسبع موبايلات ولابتوب. ولما فحصوا الأجهزة لقوه شغال في البيتكوين، ومش البيتكوين بس، لا ده كل العملات الرقمية، وكمان كان بيتاجر بالدولار في السوق السوداء. المتهم ما أنكرش واعترف بكل حاجة، وقال إن هو استغل غلطة السيستم عشان يعمل سبوبة العمر. بس دلوقتي السبوبة ديت ودته في داهية. فقول لي كده، هل انت كمان مستعد تخاطر نفس الخطورة بتاعته؟ بس كده، وآخرا أنا أحمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.